يرتقب أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 31 أكتوبر الجاري التقرير الشامل عن المستجدات وتطورات الأوضاع في قضية الصحراء، والذي يتضمن فصلا عن الأوضاع الميدانية المتعلقة بالمواجهات التي تحدث بين جبهة البوليزاريو الانفصالية والقوات المغربية. وحسب نسخة من التقرير، يرصد الفصل المتعلق بالوضع الميداني حادثا خطيرا واجه فرقة تابعة لبعثة المينورسو، وهو الأخطر من نوعه منذ عودة المواجهات في الصحراء بين ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية وقوات الجيش المغربي حسب ما جاء في التقرير. وأشار تقرير غوتيريتس في الفقرة التي تحمل رقم 17 إلى أنه في 27 يونيو الماضي وقعت 4 انفجارات ناتجة عن نيران صاروخية بالقرب من موقع فريق بعثة المونورسو بمنطقة السمارة، وكان أحد الانفجارات على بعد 200 متر تقريبا من موقع الفريق. ولفت التقرير إلى أنه لم تقع أي إصابات، إلا أنه كان هذا الحادث هو الأقرب إلى مرفق تابع للبعثة منذ استئناف الأعمال العدائية في عام 2020، مضيفا وخلصت البعثة إلى أن 4 صواريخ شديدة الانفجار من عيار 122 ملم أطلقت من مسافة 40 كيلومتر تقريبا من جهة شرق الجدار الرملي، وهي الجهة التي تنشط فيها جبهة البوليساريو. وأضاف التقرير أن الممثل الخاص للأمين العام وقائد القوة أرسل رسالة منفصلة إلى جبهة البوليساريو للإعراب عن قلقهم العميق إزاء الحادث وللتكرار الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية. وقد رددت البوليساريو في 28 يونيو عبر ما تسميه بمنسقها مع البعثة بالتأكيد على أنها تلتزم بسلامة وأمن المراقبين العسكريين التابعين للبعثة وأفراد البعثة، دون أن يؤكد أو ينفي المسؤول عن الحادث. كما أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في اليوم نفسه كتب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الملكي المغربي إلى قائد قوة البعثة مشيرا إلى الحادث على أنه عمل إجرامي وإرهابي ارتكبته ميليشيات جبهة البوليساريو هذا. وتحدث التقرير عن أن جبهة البوليساريو واصلت رفضها التام لقيام بعثة المينورسو بطلعات جوية بالمروحية للاطلاع على الأوضاع في المنطقة التي تقع شرق الجدار الرملي، أي المنطقة التي تنشط فيها ميليشيات الجبهة، مشيرا إلى أن هذا الرفض مستمر منذ نوفمبر 2020، أي منذ عودة المواجهات بين البوليساريو والقوات المغربية. كما تضمن التقرير رفض البوليساريو لبعثة المينورسو للقيام بالتحقيق في غارات جوية قامت بها مسيرة مغربية شرق الجدار، أدت في إحداها إلى مقتل أكثر من 20 شخص يشتبه في كونهم من عناصر الميليشيات الجبهة الانفصالية.